نقول ايه؟ اللهم صل على النبي. تقول ايه؟ عمرنا ما بنسمع ان القطنه ما بتكدبش. لا، المره دي العظمه اللي ما بتكدبش. ايوه، على عينك يا تاجر. شايفه كده الفراخ بتاعتنا عامله ازاي؟ دايبه دوبان ومسكره وجميله، والكل كده يشكرك عليه. حلوه جدا جدا. تعالي ما اقولك، انا عملت صينيه الوراك المشويه في قلب الفرن في البيت، ريحتها وطعمها جميل جدا. ازاي؟ انا عارفه ان انتوا بتزهقوا وبتملوا من الفيديوهات الطويله، فانا اختصرت لكم الموضوع واقول لكم طريقتها عامله ازاي. اللهم صل على النبي. جبت الوراك بتاعتنا غسلناها كويس جدا، وبعد كده عملت فيها فتحات من تحت الجلد عشان خاطر تشرب من طعم التتبيله اللي احنا هنعملها. التتبيله بتاعتنا عباره عن ايه؟ هنجيب شفشه الخلاط، هتقطع البصلايه كده واحده مكعب اربع تربع، عليهم حبيتين من الطماطم برضو اربع تربع، نص قرن فلفل اصفر من بتاع الالوان، عليه كمان نص قرن فلفل احمر من بتاع الالوان، وكمان ايه قرن فلفل اخضر، وكمان فصين اتنين بس من التوم قطعتهم كده طرنشات وحطيتهم عليهم كلهم، وضفت عليهم نص كوبايه من الميه عشان خاطر الايه الشفشه بتاع الخلاط يلف ويدور كده. وبعد كده ما فرمتهم كويس في قلب شفشه الخلاط هتفضيهم في بلاستيكايه. تعالى نضيف عليهم ايه بقى بعد كده؟ معلقه واحده من الزيت، وعصرت عليها ليمونه، معلقه كبيره من العسل الابيض اذا كان موجود او متوفر، مش موجود عندك ضيفي معلقه من السكر صغيره، وكمان ضفت معلقه دبس الرمان اذا كان موجود او متوفر، مش موجود مش ضروري. هنضيف نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وعليهم نص معلقه صغيره من القرفه، وكمان ضفت عليهم معلقتين صغيرين من الملح، وكمان ضفت عليها معلقه كبيره من بهارات الكبسه اللي هي بتاعه الرز البسمتي. قلبت كل المكونات دي مع بعض وتبلت بقى الاوراق، وبعد كده غطيتها ودخلتها التلاجة. هتجيبي الصينيه اللي انت هتشتغلي فيها، هتقومي مقطعه فيها ايه بقيه القرن الفلفل الاصفر اللي كنت مقطعاه، والاحمر والاخضر وبصل والطماطم، وهتدعكهم بشويه ملح وفلفل اسود، وهترص عليهم الاوراق، وهتبقى معاكي جاهزه كده وفي منتهى الجمال.